السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم واحد شويه ديال العدس غادي نطيبوه بلا بصله بلا مطيشه. غير بلا طريه، غير بلا طريه كما كتشوفوا. عندنا زلافه ديال العدس، عندنا كاس ديال الزيت، عندنا شويه ديال معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال سكينجبير، شويه ديال الثومه بودره، شويه الكمون بودره، كمون مطحون، شويه د الحرور، القزبور حبوب حتى هو مطحون، شويه ديال الابزار، بطبيعه الحال الملحه، واحد شويه ديال الزعفران على حسب الاختيار، اولا اللي بغى يدير فلفله حمراء ماشي مشكل. المهم هادو هما المقادير اللي غادي نستعملو اليوم في العدس ديالنا بلا بصله بلا مطيشه. بلا بصله بلا مطيشه. هنا درت العديسه ديالي بطبيعه الحال راه مغسوله ومنقيه، درتها في الكوكوط، خويت عليها العطريه ديالها وزويتها، زدت لها الماء ديالها ودرتها فوق البوطه. ما تسدوش عليها ديك الساعات، خليوها حتى تغلي وتعاود. من بعد ما تغلي وتعاود عاد تسدوا عليها، يكون دخلها الطياب، عاد تسدوا عليها واحد 2 دقائق ولا 4 دقائق بحال هكاك. وها العديسه ديالكم واجده وبالصحه والراحه، كتجي غزاله ملبيه لذيذه بزاف بزاف. كنزيدو معنا حسب الاختيار، اما فلفله ولا شلاضه، المهم اللي موجود. انا بنتي دارت غير شويه ديال تتعجبها مع البصيله، قطعنا درنا شويه الزيت فوق منها بلديه، كتجي لذيذه لذيذه بزاف. وقطعنا بصيله خضاريه ولا بصيله حمراء اللي بغى، اللي المهم على حسب الذوق. حنا كتعجبنا مع البصله. كتقطعي البصيله في طريفات هكا مشلضه، وكديريها فوق منها وكتاكليها بالصحه والراحه، كتجي لذيذه ما نقولكمش. كنتمنى تجربوا هاد الوصفه هذه اللي هي سهله وبدا بلا ما تسمحني وتمشي تشري بصله ومطيشه. صحه وراحه.